الإعلام التونسي يشيد بالمنتخب المغربي وما يقدمه المنتخب المغربي في هذه الدورة، وكذلك التنظيم الرائع ديال كأس إفريقيا، عكس بعض الإعلاميين بين قوسين شبه إعلاميين جزائريين وحتى إعلاميين مصريين. فالإعلام التونسي يشيد كثيرا بما يقدمه المنتخب المغربي وكذلك التنظيم الرائع. نخليكم مع الفيديو. كان يوصل صوتنا الى اشقائنا في المغرب، ما نجموا باسمي باسم الفريق اللي معايا كان نشكرهم على كل هذا الترحاب لملاعبيه المنتخب التونسي والجماهير التونسيه. صراحه حاجه تعمل كيف من المغاربه. ويأكد العلاقة كبيرة ما بين الأشقاء ما بين تونس والمغرب بالحق، على خاطر شفنا وكل المراسلين وكل الناس اللي موجودين غادي يقول لك حفاوة كبرى من الأشقاء المغاربة. الناس ما شفنا الرياكسيون معناتها المرة اللي فاتت، الراجل كيفاش استدعى سامي طرابلسي قالوا يجي لداري معناتها يجي مرحبا بيك نفطرك ونعشيك. هذا يأكد مرة أخرى الشعب المغربي مش غريب عليه القلب الكبير والحفاوة الكبيرة والصداقة الكبيرة. تريد كرة قدم أحلى معز، وقت اللي تحب تقرب الشعوب لبعضها وتحب الناس تعطي تصويره مزيانه برشا. انا تصوري قاعدين نشوفوا فيهم ما نجموا كان يكبروا العلاقه ما بيننا وبين شقانا المغاربه. حبيت نحييهم زي كيف نضم صوتي لصوتك، كيف نحب نحييهم. يعطيهم الف صحه على الحفاوه الكبيره وان شاء الله ربي معاهم. نسيت ندوب الميساج، فيها ميساج للخيان المغاربه اللي مش نشكروهم ونقول لهم بارك الله فيهم، وهما زاد حتى هما زاد مرحب بهم في تونس. ان شاء الله المعامله تكون بالمثل، نوادي ولا منتخب على شفناه الحقيقه كما قال سامي طرابلسي حشمونا على رواحنا. وميساج للجماهير نتاعنا، شوف معناتها الغير كيفاش يعامل في الملاعبيه نتاعنا. احنا لازمنا زاد حتى في تونس المعامله نخمموا باش نبدلوا معاملتنا شويه تجاه الملاعبيه الكل، على الاقل نبداو تنقيس تاع السبان من بعد نمشي لحوايج اخرى. بصراحه محلاها متصور، ما تحس منتخبنا التونسي خذا قدره في التصاور هذوما. انت تحسوا منتخب فما نجوم تصور هذوما تشوفهم مع ايكيبات عالميه كي تمشي للبلاصه تشوف الجمهور يستنى، الجمهور يحب يعمل تصاور، الجمهور يحب يعمل سيلفيت. شوف لعبتك كيف واقفين معز في التصاور معناتها بالحق راهو تصاور تخليهم عندهم مسؤوليه كبيره، وتصاور تقول لهم اسمعني خلينا نقعدوا غاديك ماكسيموم بالله، خلينا نقدموا، خلينا نمشيو للانكار، خلينا نمشيو للدومي، خلينا نسيخوا. فهمي مشيت في العديد من المناسبات في المغرب، حفاوه غير عاديه هذه المره المغاربه للتوانسه. لا ولا لا بالعكس معز، ممكن نشوف الماتش نتاع الكلوب كي تبدا مثلا ترجي تلعب ولا افريقيا ولا ليتوال. انا كان نفهم هذاك بالطبيعه حساسيات معناها بين الجماهير وغيره، وتبدا التونسيون طالعه. ولا ثم كانت حادثه اخر مره معناها تم اعتداء على جماهير الترجي في المطار في كازا، وصارت معناها صاروا دي انسيدون. مي اون جينيرال المغاربه انديبوندامون شنو ليفينمون راهو يحبوا التوانسه. انا شخصيا مشيت قداش المناسبه المغرب معناها تمشي اي واحد مغربي تسأله على حاجه يلوح اللي عنده ويجي معاك. فاس مشيت لها 2011 وقت الكلوب افريكان لعبت فينال ضد المغرب الفاسي، معناها تبدا تدور في المدينه العتيقه مع كل زناقي وما تفهم حتى شيء، يجيوك ويهزوك ويدوروا بك ويعرفوك تونسي ويحطوك فوق رؤوسهم. بالحق معناها هذه حاجه مش غريبه، معناها راك تصور هذه راه حاجه عاديه، لانه الحفاوه والاستقبال عندهم غاربه حاجه طبيعيه. عليك زاد عندك تعليق؟ انا اكبر منكم شويه دونك نعرف، شفت ما حاجه ممكن الصغار اللي ما يعرفوهاش. لو جراند ديربي نتاع المغرب العربي سا توجور ايتي لو ديربي، معناتها تونس والمغرب كرويا سا توجور ايتي تونس والمغرب. ومعناتها لي كونفرونتاسيون ما بيناتهم، خاصه الفريق نتاع فراس وباموس وعتوقه وطاهر الشايبي بكل سا توجور ايتي لو جراند ديربي. لكن الديربي هذايا عمره ما صارت فيه فيولونس، جامي دو لا في. لا في تونس صار فيه عنف، لا في المغرب صار فيه عنف، على عكس ممكن دربيات اخرين. فهمت؟ لذا معناتها الشيء متاه لا يستغرب، ومعناتها شيء طبيعي جدا هذا. علي الشعب المغربي مش غريب عليه اللي الحفاوه القدر نتاعنا اللي نلقاو مع اخوات اشقاء تحبوا تذكر زاد احنا لازم نتعلموا زاد كيفاش نعطيو قدر الحقيقه للملاعبيه نتاعنا، خاطر تشوف كيفاش كي يبداو يخرجوا يبداو يستناو باش يتصوروا معاهم سي كل ريكونيسونس معناها اللاعب كره القدم اللي هو في مستوى عالي. دونك ماذا بينا احنا زاد في تونس نتعلموا شويه من الحاجات هذوما باش ان شاء الله نشوفوا حاجات خير من هيك. كي يوصل منتخب بعيده في الكان هذه تو تشوف حفاوه الاستقبال نتاع الجماهير التونسيه لهذا المنتخب. نرجعوا للتشكيله ونحكيوا. تو نوفل انا اضافه، احنا مثلا كان تسال اي تونسي حتى كي يسالوني انا حلم التوانسه اللي كانوا نتعدوا للدور المقبل يعني. بالنسبه للمغاربه تو حاجه عاديه، حتى في طموحاتهم في كاس العالم ماهيش كيفنا يعني. ما الناس ممكن فما يطالبوا على الاقل بالنهائي اذا ما وصل لنصف النهائي.
يعني حتى من البالي هم في البي فيناليست في الكوبارا. لا نحكي على كوب دو موند للسنيور اي يعني بالفريق بي ثاني وما يحكوش على القرعه صعيبه ولا القرعه سهله ولا انا هو الفريق اللي تاعهم معاه في القرعه باش ما نخموش كيف ما نخموش. انريكي مدرب بي جي في حوار يحكي كيفاش تغدر في ماتش المغرب وكذا. يا خويا وليت مقياس، ولكن خالد ونعطيك الكلمه، ولات مقياس اما نشوفوا فيها كش ولات بالخدمه وصلوا رواح ولا البني راهو الخدمه من الحجر اللي تبنيه للبشر اللي تبنيه للمدربين تخطيط. اي فما بني صحيح خالد. لا انا نحب نحكي مع كريم. المغرب من 2018 2019 عملت استراتيجيه باش وصلت اللي وصلته هي لتو. معناتها في الاصناف الكل هذا الشعب هذا كوب دي موند نحكي عليه عملت خاطر فما اراده من الدوله. اي لحظه الدوله عندها الفلوس باش تعاون. انت من الاول تحط معناتها كفاءات نتاع لي جون نتاع الاو 15 نتاع الاو 17 من الاول تحط. مش خسرت نبدل نحي لونترونور نحط اونترونور، مش خسرت نحي اونترونور ونجيب اونترونور عنده جمعيه مع بعض. تعمل استراتيجيه كامله من الاول معاك. انا نغزر المستقبل اما نعمل استراتيجيه من الاول. نعطيه انا مثلا بوجلبان اخويا نتفاهم تقعد ما تجي معايا مع كل احتراماتي ليه بوجلبان الناس الكل تمن بالخدمه نتاعو اما تعطيه 3 سنين تعمل له كونترا 2 3 زون باش تخليه يخدم على راحته. شوف انت الاهداف نتاعو شنو وشوف انت علاش عبد الحي خايب. انا مش حبيت نقصد به الناس الكل يظل يتفرجنا في الايديسات وشفنا نوايو باهي عليه النوايو الموجود اللي شفناه نبنيو به في الاو 23 كيف فما. اما هذا يكون باش مربوط راه نجم انا نخدم انت تخدم نوفل يخدم ورياض يخدم. فما اراده من الدوله راه يلزم خاطر نحن نقارنوا روحنا في المغرب. لحظه بخلاف الاراده من الدوله خالد يقصد وحدي كجامعه ستركتور طريقه عمل خطه عمل بمعنى وقتها يهبط الخبر يهبط وقبل تكليف بوجلبان من 2000 وكذا ل 2000 وكذا مخطط الهدف الاول كذا. فهمت شنو نقصد؟ سؤال اسكو الوقت نتاع تعيين بوجلبان من الفيدراسيون في وقته توا الا مش في وقته؟ هذاك شنو نسال عليه مش من قبل. هاي ها وقفت الشامبيونات قداش عندها توا بريسك شهر. علاش مش من قبل؟ عليه مش من بعد كوب دافريك. واضح. نحن اول حاجه لازمنا نمنوا بالرياضه ونعرفوا قيمه الرياضه وشنو تنجم تحققوا الرياضه، لان الرياضه تنجم تخدم على جميع الاصعده منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الاقتصادي ومنها السياحي. يعني عندها برشا ادوار وهذا مشروع يكون مشروع وطني تتبناه الدوله كما قال كريم في سونس ويتم البرنامج عن طريق الجامعات. كل جامعه وحدها تحضر برنامج عمل له اهداف ويصير تخطيط ويصير برمجه باهيه وينجموا يقدموه للدوله والدوله تنجم تتبناه وهكا نجموا نقدموا نجموا